الأمل إن يكون عندك حلم وعندك أمل كبير في ربنا سبحانه وتعالى وفي نفسك إنك تحققه مؤمن بده. الأمل هو الحافز النفسي الداخلي اللي بيدعمك عشان تستمر في العمل عشان توصل لهدف وحلم كان نفسك تحققه. إن يكون عندك أمل فهو إنك كل يوم بتنفذ خطوة جديدة في طريق حلمك، وكل يوم بيقابلك صعوبات ومشاكل وحواجز، بس بالأمل اللي عندك وبالإيمان القوي وبالعزيمة والمصابرة وإيمانك بهدفك بتعدي كل صعب عشان تدخل على مرحلة جديدة، صعوبات جديدة ومشاكل أكبر عشان توصل لهدفك، عشان توصل لحاجة انت نفسك فيها، نفسك تحققها. كل واحد فينا في حياته مشاكل، في حياته عسر كتير، في حياته صعوبات، بس صدقني بعد ده كله في يسر. إن بعد العسر يسر، ده وعد رباني من ربنا سبحانه وتعالى، إن بعد كل عسير في يسر، في لين، في فرحة، في سعادة، في متعة، في حلم جميل كان نفسك تحققه، كان نفسك تحلم بيه. حلم كنت عايشه لوحدك، حلم كنت موجود فيه بنفسك بس، حلم كان كل ذكرك عنه هو انك بتنام وتحلم بيه. نفسي اوصل، بس انت خدت خطوات جديدة وخدت طريق جديد وساعدت وصبرت وامنت بنفسك وبقدراتك وبعظمة هدفك وبعظمة حلمك، وبدأت تسعى في طريقك. فبدأ الحلم بعد ما كان حلم بقى حلم واقعي، بعد ما كان حلم بس ليك لوحدك بقى حلم واقعي ليك وللي حواليك. بدأ الناس تشوف حلمك ده وتفرح بيه وتفتخر بوجودك في كيانهم. أهلك، بيتك، أسرتك، أصحابك، كل اللي يعرفوك بدأوا يشوفوا حلمك واقع وبدأوا يذكروا اسمك ويفتخروا بيك. حلمك الجميل بدأ يتحقق، حلمك الجميل بعد ما كان حلم بقى حقيقة، بقى واقع بتعيشه النهاردة انت وكل اللي حواليك، وبيأثر فيك وبيأثر في اللي حواليك وبيأثر في مجتمع وكون كامل. خلي دايما حلمك أعلى من النجوم، خلي حلمك فوق ما تتخيل والعقول وكل الناس اللي حواليك تتخيله، عشان لو ما حققتوش ونزلت عنه تنزل لنفس المستوى، تكون في نفس المستوى، تنزل حاجة بسيطة وتفضل حلمك أعلى. خلي حلمك يطلع من النور، خلي حلمك يشوف الأمل، خلي حلمك يشرب من الأمل. انت النهاردة في الثانوية العامة عاوز اجيب 95%، ما تبصش على 95%، بص على 100%، واسعى واجتهد على اساس 100%، وتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك حلمك. عشان لو نزلت من 100% هتنزل 98%، هتنزل 97%، هتفضل برضو في نفس المستوى وانت كان نفسك اصلا في 95%. صدقني جربها على حياتك، حط هدف كبير قوي وسيب هدفك اللي نفسك توصل له اصلا اقل شوية، هتلاقي نفسك بتوصل للهدف اللي انت كنت عاوزه اصلا وعليت عليه. عاوز اقولك انك قوة عظمى، انت طاقة، انت امل، انت شاب او حضرتك شابة، انتوا امل ووقود. استغل النهاردة قبل بكرة، استغل الطاقة، استغل الحيوية، استغل النشاط اللي جواك. خليك دايما تقول لنفسك انا اقدر، انا استحق اكتر من اللي انا عايشه. ما ترضاش بالامر اللي انت فيه، بالامر الواقع. دايما بص انك تكون احسن وافضل واعلى وفي اعلى المنازل، وحط هدفك فوق. افرح بنفسك، افرح بتكوينك، افرح بمواهبك، افرح بميزاتك. انت تقدر، انت تستحق اكتر بكتير من اللي انت عايشه، بس المشكلة في انك لازم تصدق ده، لازم تصدق ان وجودك هو اسمى وجود على وجه الارض. هو اسمى من انك عايش بس عشان تاكل وتشرب وتنام، تروح دراستك وتيجي ترمي كتبك وتدور على لعبك وخلاص. لا، انت جيت هنا لإعمار الأرض، إعمارها بالعلم،
بالمحبة، بالتفاؤل، بالأمل، اعمرها بمنفعة الناس، اعمرها بإنك تفيد نفسك ووطنك ومجتمعك وأمتك، إنك تفيد كل مخلوق على وجه الأرض. بس كل ده محتاج منك شوية حاجات بسيطة، شوية بهارات كده في حياتك عشان توصل للي نفسك فيه. محتاج منك أمل ويقين وإيمان بنفسك وسعي واجتهاد، وتكون محدد هدفك اللي إن شاء الله في آخر الطريق هتوصل له. لما تعمل كل ده صدقني حياتك هتتغير 100%. هتتغير من شخص كسول أو شخص ما بيعملش أو شخص ما عندوش حلم أو ما عندوش هدف أو ما بيحققش أو ما بيسعاش أو الناس بتتجاهله، لشخص قوي الشخصية، واثق في نفسه، مجتهد، بيحقق أحلامه، بيدي طاقة وأمل للناس، بيفيد كل اللي يشوفه، بيسيب أثر في كل اللي حواليه. هتلاقي نفسك بتتغير 100%. صدق حلمك تتصدق. كل الناس هتصدقك لما انت تصدق نفسك. صدق حلمك يتحقق. لما تشوف حلمك وتصدقه هتحققه والله. بس صدقه، انت ليه عايش كده وخلاص؟ حلمك محتاج منك تكة، محتاج منك تؤمن بيه من جواك. لما انا وانت جينا الدنيا ونزلنا أثرنا في كل اللي حوالينا. اسأل والدك ووالدتك قبل ما حضرتك تيجي الدنيا كانوا هم عايشين وعاملين ازاي، وبعد ما حضرتك جيت اتغيرت حياتهم كام درجة وبقوا عاملين ازاي. حضرتك لما جيت رحت للدكتور، مصاريفك زادت، جبنا لك هدوم، حضرتك بقالك في تعليم، بقالك بشهادة صحية، بقالك كذا 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 كذا، بقالك حاجات كتير. فإذا انت أثرت في البيت، في الأسرة، أثرت في المجتمع، أثرت في الكون كله. فأثرك فين بقى؟ انت جيت هنا عشان تعمر الارض. فين اعمارك؟ فين تأثيرك في الحياة دي؟ ما تعيش عادي ابن عادي زي ما قلنا قبل كده. نظرية الفراشة، لو الفراشة حركت جناحاتها بس في مكان بعيد جدا على الكرة الأرضية ممكن تسبب إعصار أو ممكن تسبب عاصفة قوية جدا تشيل بيوت وتنزل أمطار، والكلام ده كله في منطقة تانية خالص. فما بالك بقى باللي ربنا وهبه الأمانة، باللي ربنا سخر له كل شيء على وجه الأرض، باللي ربنا خلق أصلا الكون بقوانينه، بقدراته، بجماله، بروعته عشانه، عشان يستمتع بيه. تعرف إن حضرتك تقدر تحرك الأشياء من مكانها لو ركزت شوية صغيرين بس، وكنت مؤمن من جواك بده. عارف إن وقتها الحاجات دي بتنجذب ليك وبتؤمن بيك وبتتحرك بإذن الله عشانك. خلي عندك أمل في نفسك، في مواهبك، في قدراتك، في إنك تقدر وتستطيع. ما تسيبش نفسك لليأس والإحباط يتمكنوا منك ومن حياتك. أنت جميل وحياتك جميل. استمتع بالحياة. الحياة جميلة، اتعملت عشان نستمتع بيها، عشان نعيشها ونفرح بيها ونجد ونجتهد ونعبد ربنا وناخد طرق وسبل الحياة للهدف الجميل، لنهاية جميلة، لسعي جميل، مش عشان نعيش وخلاص. لو هتعيش وخلاص كان ملوش لازمة. الحياة جميلة، ما تشوفهاش بعين اليأس، ما تشوفهاش بعين الإحباط، ما تشوفش إن كل حاجة فيها وحشة. لا، هي كل حاجة فيها جميلة فعلا، واتعملت ليك بقوانين ومقادير معينة، بس انت اللي متخاذل، انت اللي مش عارف تستمتع بيها، مش عارف توصل بأملك وحلمك لجمالها ومتعتها. شوفها بعين تانية، بصلها بنظرة مختلفة، افرح بوجودها، افرح بكل حاجة انت بتعملها صغيرة. صدقني ساعتها هتحس بمكنون جميل، هتحس بسلام داخلي جميل، هتحس بطعم مختلف. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. دايما فكر بإيجابية، دايما خلي أي حاجة تحصل لك هي حاجة إيجابية، والله هتفرق معاك بجد. جربها مع نفسك كده،
لو حضرتك ماشي واتعطرت في رجلك ووقفت واتألمت واتوجعت 5 دقايق في جنب، فده خير على فكرة. تأخيرك ال5 دقايق عن مشوارك ده خير، لأن حضرتك لو كنت مشيت الخطوتين دول وانت مش عامل حساب ان ممكن حاجة تحصل لك، ولا قدر الله عربية كانت ماشية بسرعة، كنت ممكن تتخبط وتتعور وتخش في مشاكل تانية أكبر وأكتر. بس ربنا سبحانه وتعالى نجاك من مشكلة كبيرة ومشكلة عويصة وألم كنت ممكن تقع فيه وتتألم وتتوجع ويبقى صعب بالنسبة لك ويبقى مشكلة كبيرة، ربنا نجاك منها. لو انت ماشي بعربيتك مثلا واتخبطت، احمد ربنا وتأكد ان انت اتمنعت من المشوار ده او اتأخرت على الميعاد ده لخير لا يعلمه الا الله. وبعد كده مع مرور الوقت صدقني كل حاجة هتظهر وهتبقى واضحة، وساعتها هتحمد ربنا ان ده حصل. قصة سيدنا موسى والخضر في القرآن، لما ركبوا السفينة فسيدنا الخضر خرق السفينة، فسيدنا موسى عليه السلام ظن فيه ظن سيء. ده انت ليه عملت كده؟ انت عملت كده عشان تغرق السفينة وتغرق الناس اللي عليها. انت بتعمل فعل صعب ومميت، انت هتموت وهتغرق كل الناس اللي على السفينة. بس المغزى من ورا خرق السفينة كان مختلف من وجهة نظر سيدنا الخضر، وكان مختلف تماما وكان أسمى وأعظم. أما سيدنا موسى سأله قال له خرقتها عشان كان في ملك بياخد السفن اللي معدية في البحر غصب عن أهلها، وكان بيبقى فيه قتال وكان ممكن بيقتل أهلها، فلما خرقتها فالملك لقى عيب في السفينة فعداها بسلام هي والأهلها وما خدهاش غصب عن الناس. فشفت هو سيدنا موسى فكر في ايه، وسيدنا الخضر كان تفكيره وكانت وجهة نظره ايه. ده الفرق، انك شايف اللي بيحصل لك ايه، شايف من وجهة نظرك الدنيا ازاي، شايف الامور اللي بتيجي وبتروح وبتخلص وبتعدي عاملة ازاي، شايف الامور اللي بتجد على حياتك ازاي. في قصة لمجموعة من التجار كانوا مسافرين من مدينة عشان يشتروا بضاعة ورجعوا تاني يبيعوها في مدينة تانية. فالسفينة الأمواج جت وكانت زوبعة صعبة، فالسفينة محتاجين يرموا من عليها حاجات عشان يخففوا الوزن بتاعها عشان ما تغرقش، فاستضعفوا أحد التجار اللي معاهم فرموه في البحر. فسبحان الله ربنا رمى التاجر على شط جزيرة. الجزيرة دي ما كانش على أي مخلوق، ما كانش على أي حد. فالتاجر عمل كوخ لنفسه وولع نار، فجت عاصفة فالهوا طير النار على الكوخ، فالكوخ ولع ومعادش منه حاجة. فقعد لما قعد يصرخ ويعيط وصعبت عليه نفسه، وليه يا رب وانا اشمعنى انا ومش عارف ايه. كلنا بنعمل كده لما بيحصل لنا مشاكل، بنقول وبنعيط وبنزعل وبنصرخ، بس ما نعرفش ايه اللي جاي بعد كده. لو صبرنا هنلاقي الخير بعد كده. فأغمى عليه فجت سفينة تانية فخدوه معاهم، فصحي لقى نفسه على السفينة، فبيسألهم بيقول لهم أنا إيه اللي جابني هنا؟ قالوا له شفنا دخان طالع من الجزيرة فجينا لقناك مرمي فخدناك معانا. فبيقولوا له ايه حكايتك؟ قال لهم كنت في سفينة وحكى لهم قصته. فقالوا له السفينة دي غرقانة اتحرقت وغرقت ورانا وكل اللي عليها ماتوا. فشفت المغزى برضو سبحان الله، هو شاف ان اعظم شر حصل له ان هم رموه من على السفينة، بس بالعكس ان هو كان اعظم خير حصل له، ان ربنا قدر له الخير، بس هو ما كانش شايفه كده. بس لما دخل لما ربنا نجاه من السفينة اللي غرقت دي، شايف ان هو اعظم خير ربنا سبحانه وتعالى عمله له. لو طبقنا فعلا ده على كل امور حياتنا هتلاقي نفسك بتتغير، هتلمس تغير مختلف هتحسه لأبعد الحدود. جرب والله وهتدعيلي. ما تخليش حزنك، ما تخليش نظرتك اليائسة، ما تخليش ألمك من مواقف مختلفة ينسيك رحمة ربنا. ما تخليش الأمور الصعبة اللي بتحصل في حياتك تديك نظرة إحباط ويأس. خليك دايما إيجابي، خليك شايف الأمور كلها بإيجابية، هتلمس كل حاجة حلوة صدقني.
ما تخليش حزنك ياكل وياخد من وقتك كتير. الحزن لما ياخد من وقتك انت اولى بالوقت اللي الحزن هتعيشه ده، اولى بصحتك اللي هتهدرها على الحزن، على حاجة خلصت. اللي خلص ما تفكرش فيه، اتعلم منه بس ما تفكرش فيه. ما تفكرش انك تفضل حابس نفسك في قفص الحزن. احذر لحظة، وفي اللحظة اللي انت بتحزن فيها دي خليك بتفكر ازاي تخرج من حزنك ده، هعمل ايه بعد كده. خليك دايما مشبع بالامل واليقين ان كل حاجة بتحصل لك هي خير من ربنا سبحانه وتعالى. خليك مشبع بايمانك بنفسك بقدرتك عشان تخرج من حزنك لسعادة تحقيق حلمك. اتأكد انك لما تتأخر في حاجة او تحس بحزن في حاجة، فتأكد ان ده حلم، ان ده طريق للحلم، ان ده حصل عشان انت كنت ماشي في طريق غلط بس انت محدد هدفك فربنا بيساعدك. تفتكر امتى هتحس بالسعادة؟ لما تحزن، لما تتعب وتتبهدل وتتألم، لما تطلع كل طاقتك وتتعب. والله ساعتها تحس بقيمة وفرحة انتصار، بفرحة تحقيق حلمك، تحقيق حاجة جميلة قوي عشتها وكان نفسك فيها. هتبص هتلاقي نفسك في وضع مختلف، في وضع جميل. هتاخد نفس عميق وتفرح وتبص للسماء وتقول الحمد لله. كل حاجة ولها عكسها، الحزن معاه الفرح، اليأس معاه الأمل. خليك دايما مؤمن إن الأمل هو طريق للسعادة. خلي عندك أمل، ما تخليش نفسك محبوس في اليأس. لو انت صايم واشتغلت وتعبت واتبهدلت طول اليوم وعطشان قوي، وتيجي تفطر بتشرب شوية المية، بتحس إحساس مختلف، بتكون فرحان قوي بشربة مية صغيرة، بتحس بطعم مختلف وجمال مختلف، وبتحس انك شربت حاجة عمرك ما شربتها وطعم عمرك ما دقته، مع ان المية هي المية، مع ان الكوباية هي الكوباية، مع ان الازازة هي الازازة، بس حضرتك شفتها بطريقة تانية اتمنعت عنك، كان نفسك فيها وما قدرتش تاخدها، ولما خدتها فرحت بيها قوي. وما منع خير من وجهة نظرك إلا لأنه كان شر ليك، وما أعطى شر من وجهة نظرك إلا لأن في مكنونه كل الخير ليك. فتفائل وكن مؤمن بأن كل حاجة بتحصلك هي خير من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قدر لك الخير، بس انت خليك واثق في ربنا، خليه عندك حسن ظن بالله. دايما لما تخلي عندك حسن ظن بالله هتشوف كل حاجة ربنا بعتها لك خير فقط، وهتلاقي ان الخير ده فعلا هو خير وبتحقق على ارض الواقع. هتلاقي نفسك بتحس بأي حاجة بتحصلك حتى لو مؤلمة ده خير. افرح لما تجيلك حاجة صعبة، لأن بعدها هيجيلك فرحة. العسر بعده يسر، فلما يجيلك حاجة صعبة افرح إن في حاجة خير جايلك، افرح بيه قوي، افرح بالصعب عشان السهل جاي والمتعة جاية. لما تحزن احزن بفرحة عشان ربنا هيفرح قلبك وهيكبر بخاطرك. ما تسيبش نفسك انك حزين بس، لا والله، والله بعده جبر، بعد الحزن جبر من ربنا. بس ثقتك في ربنا، ظنك، حسن ظنك بالله هو ده اللي هيسوقك دايما للأمل والتفاؤل. كل واحد فينا عنده موهبة، كل واحد فينا متميز بميزة، الميزة دي محتاج انه يشتغل عليها، محتاج انه يسقيها. اسقي البذرة اللي جواك بالامل، خلي عندك امل وطاقة، وخلي عندك امل دايما وايمان ان وصولك لهدفك اللي حضرتك رسمته بالسعي والايمان والاجتهاد بموهبتك وقدراتك حتمي، محتومة. انت اشتغل واجتهد وخلي عندك امل وما تفقدوش، هتوصل. خليك صياد، خليك زي النمر او الفهد، استنى فرصتك،
لما تيجي نقض عليها ما تفوتش فرصة. أي حاجة بتطلع قدامك أو بتمشي قدامك فهي فرصة ليك. زمايلك في الشغل فرصة ليك، إخواتك، صحابك، التليفون اللي في إيدك، الكتاب اللي بتقراه، الوقت اللي انت فيه، كل ده فرصة. كل ده فرص قدامك. استغلها. استغلها بطريقتك. استغلها بالاحتياج بتاعك. شوف انت محتاج توصل لهدفك ازاي، واستغل كل اللي حواليك وكل حاجة عشان توصل لهدفك ده. ده مش استغلال حاجة وحش، لا، استغلهم بطريقة حلوة ان هما بيساعدوك توصل لحلمك وهدفك. اتعامل مع كل حاجة انها فرصة، وتأكد إنها بتاخدك لهدفك. ما تتكسلش عنها، ما تقولش هستنى اللي بعدها. اتأكد إن الفرص كلها زي السلسلة مرتبطة ببعضها، كل ما هتعدي حلقة هتلاقي اللي بعدها لحد ما توصل للهدف بتاعك. الفرصة اللي هتعدي منك مش هترجع لك تاني. لو اشتغلت على كده صدقني هتوصل لهدفك وهتتخطاه وهتعديه وهتوصل لأهداف عمرك ما كنت أصلا تحلم بيها. لو انت مستني شغل حلو ونفسك تخش في مجال او في مكان حلو قوي، وجايلك النهاردة شغل بسيط وضعيف، ادخل. دي فرصة. دي فرصة اللي هتوصلك للشغل ابو مليون جنيه. الشغل ابو 1000 جنيه هيفتح لك فرصة لشغل ب5000، لشغل ب10000، لشغل ب20,000. بس ما تقفش وتقول دي مش فرصة حلوة هستنى فرصة احسن. صدقني مش هتجيلك. زي ما قلنا دي سلسلة مرتبطة ببعضها. النهاردة انت اشتغلت ب1000 جنيه، وانت بتشغال في شغلك حد شايفك انك متقن لشغلك ومجتهد، هيختارك تشتغل في ابو 5. مجتهد هتشتغل في ابو 10، هتشتغل في ابو 20. بس ابدأ. ما تسيبش الفرص، ما تستناش فرصة المليون وانت اصلا ما خدتش فرصة ال1000. ابدأ من ابو 1000 توصل لابو مليون. لكن طول ما انت قاعد ولا هتاخد دي ولا هتاخد دي والله مش هتوصل. خليك صياد. كل حاجة هي خطوة في طريق حلمك. كل فرصة صغيرة، كل خطوة، كل ذرة بتقع في طريقك فهي فرصة وخطوة عشان توصل لطريق نجاحك، عشان توصل لهدفك اللي نفسك تحققه. المهم خد قرارك. طب انت دلوقتي اصلا خدت قرار ولا لسه؟ تأجله لبكرة؟ تأجله لبعده؟ أجله للفرصة الجاية. طب ما هو التأجيل أصلا لسه الوقت. التأجيل أصلا هو خسارة عليك من عمرك. كل ما هتأجل كل ما عمرك هيعدي وهتوصل لنهاية الطريق اللي كان نفسك يبقى مختلف. تبص لنفسك وتبص لزميلك، هتبص لزميلك تلاقيه كان بادئ ب2 جنيه، النهارده بقى بياخد 10 و20 و30، وانت بتاخد 1000 جنيه و2000 جنيه، وغصب عنك الحياة أغصبت يعني. بقى غصب عنك انك تشتغل عشان تصرف. لكن لو كنت اشتغلت مع ابو 2 جنيه زي زميلك كان زمانك بتاخد 20 و30. خد قرار انك تتحرك النهارده، ما تفضلش قاعد وثابت مكانك. عشان في النهاية لما تيجي تبص على انجازاتك، انا عملت وانجزت بس كان نفسي احقق. بس انت حققت. انت عملت، ما فضلتش مكانك. اتأكد ان كل قرار هتاخده هيكون له اثر وأساس في مسار حياتك اللي جاية. قراراتك مسؤولة عن مستقبلك، عن أحلامك وتحقيقها، عن أهدافك والوصول ليها. اوزن قراراتك صح وفكر بعقلانية. ما تستعجلش في إنك تتقدم عشان ما تخسرش. بس لازم تاخد قرارك حالا. لازم تفكر فيه. ما تفضلش تستنى أنا مش هاخده النهاردة، أنا مش هاخده بكرة. لازم توقف سلبيات في حياتك. لو بتشرب سجاير خد قرار النهاردة هبطلها، وخلي عندك الأمل وإنك هتبطلها، وخليك مؤمن بقدرتك وبقوتك وبعزيمتك إنك فعلا هتبطلها. لو حتى وقعت مرة، لو وقعت 2، لو وقعت 3، المهم تقع وتقوم. ما تنامش أو ما تقعش بس، أو ما تفقدش أملك.
كلنا خطائين، كلنا بنقع، ما تخافش انك تغلط، ما تخافش انك تقع، بس المهم انك ما تستمرش على الخطأ وتنام. لا، قوم واسعى واجتهد تاني وهتلاقي الفرق. كمل، كمل وهتنجح، والله هتنجح. بس المهم ما تستسلمش، ما تسيبش نفسك، ما تضيعش مجهود انت بذلته. قصة جميلة، كان في حصان وفارس ماشيين في الغابة، فالفارس كان واخد الحصان وبتمشوا، فالحصان وقع في حفرة. فالفارس بيشد فيه وبيطلعه، ونادى لأهله ونادى لأصحابه ويطلعوه، مفيش أي فرصة إن الحصان يطلع. فخلاص هما خلاص مفيش فرصة، مفيش أمل. عملوا إيه؟ بقوا يزيحوا تراب، ينزلوا تراب في الحفرة عشان يدفنوا الحصان. بقى حرام، ما احنا هنفضل نسيبينه كده يموت وخلاص وندفنه في مكانه وخلاص. الحصان استغل اللي هما بيعملوه، بقى كل ما يرموا له تراب بقى يحط التراب تحت رجليه ويطلع عليه. كل ما يغط ما يرموا تراب بيحطوا تحت رجليه وينزلوا ويعملوا في الحفرة ويطلع عليه، يطلع عليه، يطلع عليه، لحد ما خلاص هم ردموا الحفرة والحصان طلع على وش الأرض. بس هو خد قرار إنه ما يموتش، استغل فرصة إن هم بيرموا له تراب. شفت؟ انت برضو نفس الكلام. اللي بيحصل معاك، المشاكل اللي بتحصل لك هي فرص تتعلم منها، بتكسب خبرات عشان تخرج من المشاكل دي بخبرات عظيمة تفيدك في حياتك، في مستقبلك، في طريق نجاحك. اخرج من حفرتك. انت فقير، ايوه انا فقير وانت فقير وكلنا فقراء، بس انت شايف نفسك ايه؟ انت شايف نفسك فقير بس مش هتقدر تطلع من الدايرة اللي انت فيها وحابس نفسك فيها، ولا هتبقى بكرة حد غني، هتطلع من مستوى لمستوى اعلى؟ صدقت حلمك، صدقت هدفك، صدقت رؤيتك ولا لا؟ طول ما انت شايف نفسك على حاجة هتفضل في الحاجة دي، مش هتطلع عنها، مش هتتخطاها، مش هيبقى عندك حلم، مش هيبقى عندك امل، مش هيبقى عندك طموح، يبقى مش هتوصل لحاجة. مراتك شايفها مش كويسة معاك، مقصرة، طب شوفها بطريقة تانية، شوفها كده بتعمل ايه مع عيالك، شوفها، شوف جهدها، شوفها شايلة بيتك، شوفها شايلة طلباتك. كل ده له تمن، كل ده بياخد منها ومن طاقتها ومن عمرها. لو ما حسيتش منك بتقدير لده، لو ما حسيتش معاك بالأمان والمحبة اللي هي محتاجاها، هتكون حاجة انت مش حاببها. حبها زي ما هي، فكر فيها، اديها طاقة، حسسها دايما بالاطمئنان بالحب، قول لها بحبك. صدقني هتبقى أميرة، هتبقى أميرة الملك، هتجعلك ملك، هتعيش حياة مختلفة. بس شوف مراتك بشكل مختلف. وانت كمان حضرتك قدري تعب جوزك، قدري تعامله مع الناس في الشارع، قدري اللي هو فيه، قدري تفكيره فيكم، قدري تفكيره في مستقبلكم، قدري ألمه وحزنه وخوفه وقلقه عليكم وعلى مستقبلكم، وازاي يحقق لكم الأمن المعيشي والنفسي. خليكي الحافز القوي، الدعم ليه، خليكي ليه الأمان. حبيه، خليه يحب يقعد في البيت، ما تخليهوش دايما بيفكر أجري على القهوة. حببي ولادك فيه، خليه البطل بتاعهم، خلي جوزك بطلك قدام عياله قدام نفسك، خليه ملك، ما تخليهوش صغير في عين عياله. اقل حاجة ممكن يعملها خليه بيها بطل، خليه عمل اللي محدش عمله. غيروا مفاهيم حياتكم، هتلاقوا عيالكم نفسهم فيهم طاقة وأمل وإيجابية مختلفة، هتلاقي عيالكم بيساعدوكوا في حلمكم، هتلاقي عيالكم أحلامهم بتكبر. انتوا الداعم القوي. حضرتك وحضرتك شوفوا بعض بشكل مختلف، ارجعوا لأيام حياتكم، ارجعوا للخطوبة، ارجعوا حضرتك اهتم بنفسك له وهو اهتم بنفسك ليها. غيروا وجهة نظركم. الزواج هو طريق للجنة، طريق جميل،
لو غيرتوا نظركوا ليه هتلاقي حياة مختلفة، حياة جميلة هنحب نعيشها كلنا مع بعض. عيالكوا هيحبوا يعيشوا وسطكم، هيتعلموا منكم الرحمة والود والمحبة والتفاؤل. خلي في حياتك كل يوم حاجة جديدة، خلي في حياتك كل يوم اختراع جديد. اعمل النهاردة حاجة جديدة، قوم اجري شوية، امشي، بكرة العب كورة، بعده اقرأ سطر في كتاب. خلي حياتك فيها اكشن كتير، خلي فيها حاجات جديدة كتير، خلي فيها طاقات كتير، خلي فيها شكرا كتير. بكرة كل حد يقدم لك حاجة حتى لو صغيرة قول له شكرا، دي حاجة جديدة جربها هتفرق معاك والله، هتفرق مع تعامل الناس معاك، هتفرق في نظرة الناس ليك. لما تيجي تطلب من حد حاجة بكرة قول له من فضلك، شوف هيبقى وضعه معاك ازاي، هيتعامل معاك ازاي. كل ما تعدي على حد قول له السلام عليكم، شوف هيبقى نظرته ليك عاملة ازاي. خلي اختلافك كل يوم اختلاف حتى لو بسيط خالص، بس هيتراكم على بعضه، هتتعود عليه، هيبقى اختلاف مجدي، هيبقى جواك في شبع من انك بتعمل حاجات كتير مختلفة مش حاجة واحدة، مش هتزهق. اقرأ كل يوم سطر في كتاب، عشان الأماكن المسؤولة عن التعلم في عقلك ما تقفش. لو ما جربتش كل يوم حاجة جديدة الأماكن دي بتقف، فمش هتشتغل، فمش هتعرف تبتكر، مش هتعرف تعمل حاجة جديدة، مش هتعرف تجرب، مستحيل توصل. لو فضلت كل يوم زي ما انت هتزهق. ما هو الرز النهارده هو الرز بتاع بكره هو الرز بتاع بعده. حضرتك مش هتعمل النهارده رز وتبص تلاقي لحمه. لو عملت الرز كل يوم هتلاقيك زهقت مش هتاكله. اتعلم تغير حياتك، اتعلم كل يوم تخترع اختراع جديد، ابتكر، اصنع حياة مختلفة، اصنع ابتكار مختلف، اصنع ابتكار جديد، خد خطوات بسيطة في حياتك بس المهم اعمل واستمر. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. اقرأ كل يوم آية في المصحف، بس كل يوم. أهو ربنا يحب العمل القليل ده بس مستمر ودايم عن العمل الكتير المتقطع. افتح كل يوم كتاب واقرأ سطر، خد معلومة. المهم إنك تعمل وتبدأ، ما تبصش للعمل ده وتحتكره، لا. لما تحتكر ذاتك كله هيحتكرك. انت اي حاجة بتعملها هي انجاز، اي حاجة بتعملها جديدة هي انجاز، بس ابتكر، كن متميز، طور نفسك، اتعلم جديد، اطلب العلم من المهد الى اللحد. كل واحد محتاج يطور من نفسه، محتاج يعرف معلومات جديدة، محتاج يكتسب خبرات وقدرات جديدة عشان يدعم مواهبه اللي مخلوق بيها. ما تقفش عند نقطة، انت عقلك ومخك يستوعب مليارات المعلومات، ما توقفش على الفتات اللي بترمى قدامك. ما تبقاش مظلوم في شغلك وبتاخد فتافيت وتظلم عقلك وتديله فتافيت. بالعلم والمعرفة اللي هتغذي بيها عقلك صدقني هيغذي حياتك كلها، وهترتقي بيه وهتتحول من كيان لكيان تاني خالص، من مكان لمكان تالت خالص خالص خالص. المهم ما تظلمش عقلك، غذي عقلك، غذي قدراتك. اسأل نفسك كده، هل أنا لو فضلت عايش في المكان اللي أنا فيه في الوقت اللي أنا فيه، لو عايش فضلت ومت كده هبقى راضي عن نفسي؟ هبقى مبسوط؟ لو صحابي نفس صحابي، لو العيشة نفس العيشة، لو المجتمع اللي أنا عايش فيه، لو الوسط اللي أنا عايش فيه، لو كل ده فضلت فيه، هل هكون مبسوط راضي عن نفسي واللي وصلت له؟ ولا محتاج أطور من نفسي وأكون أفضل؟ لازم تاخد قرار وتطور من نفسك عشان توصل لحلمك وطموحك وتعلى عليه. بص حواليك،
بص حواليك، الناس اللي فضلت مكانها والناس اللي خدت أهدافها وكانت مؤمنة بيها وصلوا لحد فين؟ انت عاوز تبقى انهي فيهم؟ تفضل زي ما انت، ولا تطور نفسك وتكون افضل وافضل وافضل وتعلى 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 وتوصل للي نفسك فيه واكتر؟ بص حواليك على المحيط اللي انت عايش فيه، شوف نفسك عايش في ليفل كام، شوف نفسك اللي حواليك ممكن يوصلوك لحد فين. هل هم على قدر حلمك؟ هل اصحابك هيكونوا عون ليك ولا عائق ليك في الوصول لحلمك؟ هل هتستفيد؟ هل هياخدوا بإيدك ويزودوك بالعلم والمعرفة للوصول للهدف، ولا هتفضل مكانك من غير حركة؟ احلم، احلم وطور حلمك. الأخوين رايت لما قالوا نفسنا نطير، كل اللي حواليهم منهم صحابهم وأهلهم قالوا عليهم مجانين، ضحكوا عليهم. بس هل هم وقفوا؟ هل هم عطلوا على كده؟ لا، عشان هم كانوا مقررين ومحددين أهدافهم وانطلقوا، وهم ماتوا وحلمهم لسه عايش بيتدرس وبيتطور. حلمهم أثر في الوجود كله، في عالم دلوقتي شغال على تطوير أحلامهم دي حتى وهم ميتين. انت فين دلوقتي من الناس دي؟ انت وصلت لحد فين في حلمك اللي انت نفسك تحققه واللي بعدك يتطوروا واشتغل عليه؟ الكاتبة رولينج صاحبة سلسلة هاري بوتر ضحكوا عليها 29 ناشر لما عرضت عليهم روايتها. ايه ده وملهاش لازمة، وايه الكلام اللي انت كاتباه ده، وايه هاري بوتر، وايه الكلام ده كله؟ ضحكوا عليهم كتير. بس متخيل ان هي باعت 450 مليون نسخة؟ وهل متخيل ان اول شخص يكسب مليار دولار من كتابة كتاب؟ شفت وصلت لحد فين؟ عشان مصدقة حلمها وعشان مصدقة هدفها، عشان ساعة ما استنتش ولما ضحكوا عليها ما وقفتش، جريت ودورت اكتر وبحثت اكتر عشان تنشره، عشان هي مؤمنة باللي هي عملته، عشان هي حابة عملها. ضحكوا على الكسندر بيل لما قال عاوز اعمل حاجة وامسك سلك واكلم الناس في اماكن تانية واوصل لهم صوتي واسمعهم. اخترع التليفون، فعلا اخترع التليفون فعلا، ودلوقتي هو مات وكلنا بنعيش في حلمه وكلنا فرحانين باللي معانا. وحلمه ده حقق لنا كتير في حياتنا وساعد كل واحد فينا في مجاله، في مجالات كتير. خليك واثق ان قدرتك تتخطى المستحيل. باراك اوباما لما كان حلمه انه يوصل لرئاسة الولايات المتحدة وكله ضحك عليه وانتقده وقال له ازاي انت اسود ومستحيل توصل للمكان ده، ان ربع المستحيلات. وفي الاخر مين اللي ضحك؟ وهل حقق حلمه ووصل ولا لا؟ هو اللي ضحك في الاخر ووصل للي هو عاوزه وعمل واجتهد. المهم تكون انت اللي بيضحك في الاخر، انت المنتصر. وتأكد ان الناس لو ما ضحكتش على احلامك يبقى احلامك مش كبيرة انها تلفت انتباه الناس دي. حلمك لو كبير الناس هتضحك عليك عشان انت مستحيل تعمله. فهو لو مش كبير للدرجة دي يبقى هو مش كبير اصلا ومش كفاية انه يلفت انتباههم. غاندي قال في كتابه: أولا يتجاهلونك، ثم يضحكون عليك، ثم يقاتلونك، ثم تفوز. احلم، احلم. حلمك لو امنت بيه هتحققه، هيغير في فسيولوجية الكون كله. ما تقولش مش لاقي وقت، ما تقولش مش هقدر احققه، ما تقولش مستحيل. كل المقومات قدامك، كل المقومات تحت ايدك. بس هل انت خدت
الطريق وخدت المبدأ اللي هتمشي عليه ولا لا. لو دلوقتي مفيش وقت، افتح تليفونك وشوف انت بتقضي وقت قد ايه على التليفون وعلى المواقع السوشيال ميديا والكلام ده كله، هتلاقي في وقت كتير قوي انت بتهدره. مش هيبقى عندك حلم بدون اهداف، مش هتقدر توصل بدون خطة، مش هتقدر تحققه بدون امل وايمان ويقين بانك تقدر. بعدها توكل على الله وان شاء الله هتحقق حلمك. حط خطة واضحة، هدف واضح، حطه قدامك، بص عليه، حبه، استمتع بيه، استمتع بكل عثرة هتقع فيها وهتبقى صعبة في طريق نجاحك، عشان دي هي سبب انك هتوصل. عيش حلمك انت، ما تعيش حلم حد تاني. خليك انت صاحب الحلم، ما تسمعش حد تاني يقولك ده انا نفسي اشوفك. لا، انت نفسك تشوف نفسك ايه؟ حب اللي نفسك تكونه عشان يتحقق، ولما توصل له تفرح. العقول العظيمة دايما هتلاقيها بتتكلم بأفكار، اختراعات، بإبداع، بفرص، بمشاريع، بأعمال، وبتسيب أثر جميل ورائع في نفس أي حد بيقابلهم. تبص تلاقي نفسك وانت قاعد مع أصحابك في واحد بيقولك ده أنا عندي فكرة مشروع كذا، ده أنا بعمل كذا، ده أنا عملت كذا، ده أنا كذا، ده أنا كذا. في واحد تاني قاعد، العقول العادية بقى، ده حصل امبارح، ده مش عارف مين ضرب مين، ده احنا رحنا وجينا وعملنا وسوينا. لكن هو ما عملش حاجة، ما أثرش، ما اخترعش حاجة جديدة، ما ابتكرش فكرة جديدة. هتلاقي عندك عقول تانية، ده فلان الفلاني قال لفلان الفلاني وفلانة الفلانية حصل وحصل وحصل وحصل. دي عقول صغيرة ما ينفعش تقعد معاها عشان مش هتستفيد وهتجرجرك لتحت. دول عايشين بس عشان يبصوا على حياة الناس، بس عشان يتكلموا في حياة بعض وفي حياة الناس. شوف مين قاعد معاك، طب شوف لما تقعد مع الناس دي بتكلموا في ايه، احاديثهم بتدور حوالين ايه، حدد انت عاوز تكون مين فيهم. خد قرارك دلوقتي وخلي ليك اثر في الحياة، خلي كل اللي يشوفك يتعامل معاك يدعي لك، يدعي للي رباك وتعب معاك. في ناس جميلة قوي لما تشوف حد حلو وحد مثلا مجتهد وحد بيسعى يقول له يبارك للي رباك. انت نفسك تسمع الكلمة دي ولا لا؟ فعارف مقدار الفرحة اللي اهلك بيحسوها لما يلاقوا حد بيقول كده؟ انت بالنسبة لهم انجاز، انت بالنسبة لهم فرحة. اسأل نفسك انت مين، قدمت ايه. خليك معطاء، العطاء هو سر الفرحة. انزل اتطوع، خليك معطاء لغيرك، خليك صاحب رسالة. التطوع هيفيدك جدا نفسيا ومعنويا وجسديا. عاوز تكون سعيد، أقصر الطرق للسعادة هو العطاء. طور نفسك، خليك معطاء، قدم فرحتك لغيرك، هتلاقي فرحة غيرك بتعود عليك. شوف فرحتك في عيون اللي محتاجك، خليك ذو أثر، خليك مؤثر بالخير والنفع، فهم الناس وعلمهم. خلي عندك أمل إنك تتغير وغير اللي حواليك. ده مش هيكون ليك بس، هيكون فخر ليك ولإخواتك ولأهلك وصحابك اللي كانوا بيضحكوا عليك ويتريقوا عليك. دلوقتي شوف نظرتهم بعد ما شافوك بقيت ازاي، بس ما عندكش أمل في إن عيوبك هتقدر تتغير تتخطاها. مش هتقدر تتخطاها ولا تكون أفضل. اتأكد إن الأمور السلبية بتحصل عشان تخرج أحسن ما فيك، عشان تخرج الجواهر اللي جواك. خد قرارك، إما أن تنكسر وتكون طائع للانكسارات وتحبط وتيأس وتقع، ولا هتاخد قرار إنك هتقوم وتقاوم وتسابق الزمن عشان توصل للي نفسك فيه. عاوز تخرج أحسن ما فيك وتعدي، كن واقعيا. بص لنفسك، انت فعلا عملت ولا لأ؟ انت قدمت ولا لأ؟ الناس اللي بتجاملك وبتغني وبتقولك مجاملات لا تسمن من جوع،
ولا تغني من جوع. انت مكانك فين دلوقتي؟ مش عايش بس على كلام ناس بتضحك عليك وخلاص. شعور الندم. تعرف ان اكبر شعور مؤلم في الحياة كلها هو شعور الندم؟ انك بتندم انك كان في ايدك حاجة ممكن تعملها وما عملتهاش، كان في ايدك رد فعل معين لموقف معين وما عملتوش. عارف ان الندم ده هيجي في يوم من الايام لو ما اجتهدتش انك توصل لاهداف كان ممكن توصلها وتحققها. ما توصلش نفسك للنقطة دي ابدا. ما تندمش على حاجة ما عملتهاش لانها ما كانتش من نصيبك، بس لازم تكون محدد هدفك وتسعى فيه عشان ما ترجعش في الاخر تقول يا ريتني عملت، يا ريتني سعيت، يا ريتني اجتهدت، كان قدامي فرصة وانا سبتها، كان قدامي حلم وانا ما سعدتش ليه. احنا ما اتخلقناش عبث، اتخلقنا لنعمر الارض. دخل في حياتك حاجات جديدة، دخل امل جديد، دخل فرصة جديدة، دخل فرحة جديدة، استمتع. احنا ما اتخلقناش كده وخلاص، والله احنا اتخلقنا لنعمر، اتخلقنا لإحياء حاجات جميلة، نزرع ونحصد ثمرة زرعنا. ما تزعلش لما في يوم من الأيام تلاقي نفسك بقيت تحت، عادي، الحياة فوق وتحت، بس احنا عاوزينها تبقى فين؟ ما انت ممكن تقع بس المهم انك تقوم، المهم انك تكمل. لازم نطوف بالأرض كلها، لازم نلف الأرض كلها، لازم نتعلم. مشيت من شغلك اللي بتحبه، مشيت من المكان اللي بتحبه، كل حاجة بتحصل بتكون بهدف. أحيانا الموجة بتيجي عالية، عالية قوي، بس انت معاك قدافات، معاك تقدر تقاوم، هتقدف عشان توصل تاني للي انت عاوزه وتعلى، ولا هتستسلم وتسيب ايديك وزي ما تيجي تيجي؟ ده قرارك انت، مش قرار حد تاني. هستسلم ولا هكمل واستمر واسعى واوصل بهدفه وحلمي؟ ما تقولش ان حد كان سبب في فشلك، انت السبب في فشلك وانت السبب في نجاحك. محدش تاني اتدخل في حياتك، حتى لو حد تاني احبطك، قلل من مجهودك، قلل من قيمتك، قلل من ثقتك بنفسك، انت اللي في ايدك تحقق اللي هو قاله، وفي ايدك برضه تغير اللي هو قاله وتبقى ناجح. حد من صحابي كان في حد قريب منه قوي، كان الحد القريب ده شايفه قليل، شايفه ان هو مش هيقدر يوصل لحاجة، شايفه انه اهله فقراء او ضعفاء فهو زيه زي اهله ومش هيوصل لحاجة، وشايف ان نفسه وعياله هيوصلوا لأبعد الحدود، هيوصلوا لمكان عالي، مكان القمة، والناس دي ده انتوا رعاة، انتوا ناس اي كلام. سبحان الله، الدنيا تلف وتتطور وتبص تلاقي الناس دي وصلت لمكان ما شاء الله، ومكان حلو ومكان عالي، وحققوا أهداف وحققوا طموحات ووصلوا لحاجات هم مستكترينها عليهم. خلي كل حاجة بتحصل لك حافز وطاقة ليك، ما تخليش حد يأيدك برأيه فيك أو بحلم، أو يأيدك بوصولك لحلمك، أو يأيدك بنظرته ليك. خلي أي حد يبصلك حافز باحتكار او انك قليل او مش هتوصل، حافز ليك انك فعلا توصل وتحقق اللي انت نفسك تحققه وتعلى عليه. دايما خلي نفسك في القمة، صدق نفسك. الشخص ده دلوقتي ما شاء الله
كل الناس فرحانة بيه، الناس بتقول له أنا نفسي ولادي يبقوا زيك. بعكس الناس التانية برضه هم وصلوا، بس قيمتهم بين الناس أو نظرة الناس ليهم أو قربهم من الناس مش زي الأشخاص دي. مش زي الشخص ده قربه من الناس وإنجازاته اللي ممكن يكون عملها ووصل لها ما شاء الله. حب الناس ليه بيختلف عنهم، قرب الناس منه بيختلف عنهم، مساعدته للناس مختلفة عنهم. خد قراره واستمر رغم الصعوبات ورغم الظروف اللي كان فيها ورغم ضعفه ورغم ضعف إمكانياته، لكن استمر ونجح وبيعلي نفسه، ما وقفش كمان، لا ده هو وصل للي هو كان نفسه فيه وبيعلي عليه، بيستمر في الاجتهاد والسعي عشان يوصل لأعلى وأعلى. حطها قدامه وسعى عليها واجتهد عليها وخلاها دايما نقطة وحافز له. ما كسرش نفسه بيها وأحبط نفسه وراح عيط وركن في جنب، لأ استمر وسعى واجتهد ووصل، بس عشان هو كان مصمم، عشان هو حاطط أهداف واضحة، عشان ربنا سبحانه وتعالى كان في ظهره وسنده، عشان كان كل حياته ثقة في ربنا سبحانه وتعالى وفي إن ربنا مقدر له حاجة حلوة، فهو بيعمل ويجتهد ومستني تقدير من ربنا، مش مستني تقدير من البشر. فتقدير ربنا يفوق تقدير البشر، هو اللي هيجبر البشر انها تقدرك. ما تسيبش نفسك لاي تقدير سلبي، ما تسيبش نفسك لرأي سلبي فيك، خليك دايما في الرأي الايجابي، في الرأي اللي بينفعك، في الرأي اللي بيفرحك، في الرأي اللي بيرفع من قيمتك. كل ده هينجحك وهيعليك، مش هيقلل من قيمتك، مش هيضعفك، هيخلي جواك طاقة وامل وحافز. خليك قوي، خليك حافز. اطلع من دايرة الكسل. لما تطلع من دايرة الكسل والراحة وإن أنا مرتاح وإن أنا نايم وإن أنا تعبان، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك الأفق، بيفتح لك أفق جديدة ما كنتش تحلم بيها أصلا. بس ما تفضلش محبوس في الدايرة دي، ما تفضلش متكاسل متخاذل متواكل على غيرك. ربنا ما بديش حد متواكل نايم في بيته ما بيعملش. لو اجتهدت وتعبت ونمت في بيتك وانت تعبان او مريض، هتلاقي ربنا بيبعت لك رزقك بزيادة عشان انت ما تواكلتش، انت تعبت وقعدت غصب عنك. لو فيك الصحة هتستمر، بس ما تركنش. ابدأ بتغيير حاجات بسيطة في حياتك، ابدأ بتغيير الطاقة السلبية اللي حواليك. غير اللي حواليك اللي بيدوك الطاقة السلبية، ما تسمعهمش ما تشوفهمش. جور السعاد، تسعد، جور الناس اللي دايما بتديك طاقة بتديك أمل. سيبك من الناس اللي تقولك مش هتقدر ومستحيل. لو شفتهم أو سمعتهم خد كلامهم طاقة، خد كلامهم حافز، وهوريك أنا هبقى إيه إن شاء الله. ما تستسلمش، لازم تتغير من جوه. مستحيل 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 تتغير من بره غير لما تكون بتتغير من جوه. لو انت مقتنع ومؤمن وشايف نفسك ناجح، مش هيفرق معاك اي حد في الدنيا، اي رأي في الدنيا، وهتفضل ناجح وان شاء الله هتوصل لنجاح. بس لو انت مقتنع بنفسك انك فاشل، لو ادولك امل الدنيا والاخرة هتفضل فاشل، لانك انت شايف نفسك كده. انت شايف نفسك ايه؟ الناجح الذكي بيلقط اي نجاح، بيلقط اي فرصة، بيلقط اي حاجة بتيجي قدامه وبيجري بيها، بيسعى بيها، بياخد المشوار، ما بيكسلش، ما بيستناش، ما بيسيبش فرص تروح منه. اكتر واحد بيحقق اهدافه واحلامه هو اللي مر بماضي عسير، بماضي صعب، بماضي مؤلم. تلاقي حد مثلا متربي يتيم، امكانياته ضعيفة، تلاقيه ما شاء الله دلوقتي تلاقيه عنده قدرات ومواهب، وتلاقيه مر بحاجات وخبرات كبيرة ادته طاقة ان هو
يوصل لحلمه ويوصل لهدفه ويوصل ويحقق اللي نفسه فيه. وتلاقي ناس تانية مرفهة والنعيم في ايدها وقدامهم فرص كتير وقدامهم وفي ايدهم حاجات كتير يقدروا يحققوا بيها احلام مش حلم واحد، وتلاقيهم متخاذلين قاعدين مكانهم متواكلين على اللي عندهم. صدقني الصعوبات اللي بتمر بيها هي اللي بتديك الدافع والامل والحافز، هي اللي بتعلمك انك توصل للهدف ده. ناس كتير مثلا عاوزة تسيب الشغل بتاعها، الشغل اللي هي فيه، لأنهم مش مبسوطين فيه بس محتاجينه عشان مفيش بديل دلوقتي، محتاجين فلوس، مفيش دخل تاني. خليك في نفس شغلك بس اسعى، انزل دور شغلك لحد الساعة 4، دور من الساعة 5 لحد الساعة 10، دور على غيره. الفرص دي فرصة قدامك، ما تسيبش الشغل ده لأنه فرصة، هو الفرصة اللي في إيدك دلوقتي، هو حلقة السلسلة اللي في إيدك دلوقتي، اللي بعدها هيجيلك الحلقة التانية. الشغل اللي انت نفسك فيه ونفسك توصل له وشايفه أفضل هيجيلك، بس اصبر. الشغل اللي انت فيه احبه، اجتهد فيه، حفز نفسك عليه، هتلاقي نفسك بتحبه أكتر، بتجتهد فيه أكتر. وممكن الفرصة بتاعت الشغل ده تبقى مدير فيها، من موظف عادي تبقى مدير، من مدير إدارة، تقدر توصل لمراحل انت ما كنتش بتحلم بيها أو بتفكر فيها أصلا. بس انت تجتهد تسعى. كل الناس بتبص لبعضها، كل الناس ممكن تبصلك بنظرة مش حلوة، نظرة احتكار. حفز نفسك، شوف انجازك ايه، الانجاز بتاعك هو اللي هيتكلم عنك. لا شغل هيفرق ولا غيره هيفرق، اللي هيفرق انت شايف نفسك ايه فبتعمل ايه. اي حاجة انت بتعملها احتفل بيها، فرح نفسك، ادي لنفسك الطاقة والامل، ادي لنفسك افرح يا اخي، فرح نفسك. انت مش قليل، اللي عملته مش قليل كتير، انت عملت حاجة كبيرة، حاجة عظيمة، حتى لو صغيرة. انت لو خدت معلومة من كتاب فانت عملت، ويكفي انك عملت، يكفي انك خدت الخطوة. ما تعيش جو الشكا، ما تشتكيش بس. الشكوى بتولد اليأس، بتولد الضعف. لكن لما تشوف لنفسك حاجة جديدة كل يوم وتحفز نفسك عليها هتلغي اليأس والضعف. فرح نفسك عشان تسعى وتشوف الفرحة دي في كل جوانب حياتك، أي حاجة بتحصل في حياتك وافرح بيها. إنجازك الصغير بالنسبة لناس تانية كبير، بالنسبة اللي ما بدأش لسه حاجة عظيمة. عيش الدنيا دي عشان تنهل منها، ما تخليش الدنيا هي اللي تنهل منك. اكتسب منها خبرات، خد معلومات، افرح، خليك متفائل، خلي عندك أمل. ما تخليش الدنيا هي اللي تاخد منك صحة ومجهود وحزن وعقل وتفكير وحاجات كتير وانت ما خدتش منها حاجة. جواك هو اللي هيقولك انت هتوصل لفين. خلي الدنيا دي اخر حاجة تفكر فيها. فكر في حلمك، حدد اهدافك، خد من الدنيا على قد ما تقدر، بس خد كنوز، خد حاجات كتير وكبيرة، مش فتافيت.
نمي عقلك، افتخر باللي انت وصلت له، افتخر بنفسك، شوف نفسك زي ما انت نفسك الناس تشوفك، نفسك الناس تشوفك ناجح ومجتهد وعظيم. انت شايف نفسك كده؟ ما تديش الدنيا من نفسك، ما تقللش من فرحتك، ما تزودش حزنك، كن ذو أثر، خلي ليك تأثير وخلي ليك أثر على أي حد يقابلك، على أي شخص يشوفك، على أي مكان تنزل فيه. اتعلم ازاي تأثر في حياة الناس، اتعلم ازاي بكلمة، بابتسامة، بسلام، بنظرة، بأي حاجة هتكون لك أثر. خليك ذو أثر مميز، الشخص ده هو بيعمل الحاجة دي بس، أنا بحب أشوف الشخص ده عشان بيعمل كذا، أثره في حياتي كذا. كن معطاء لغيرك، ادي الناس، ادي الناس من حبك، ادي الناس من املك، ادي الناس من ثقافتك. لما تدي حد هتشوف الفرحة في عينه، هتفرح لفرحته. العطاء عظيم، وما بيخرجش غير من العظماء، من ناس عظيمة شايفة ان العطاء هو اللي يديله الطاقة والدافع، شايف ان هو المستفيد الاول والاخير من العطاء. لما تدي حد امل، تديله فرحة، بتعود لك اضعاف مضاعفة. كن صاحب ابتسامة في وشوش الناس. لو مش هتقدر تدي حاجة، لو مش هتقدر تفيد حد، اديله ابتسامة، اديله نظرة احترام وتقدير. صدقني هتغير في حياة كل اللي حواليك، هيبصولك بنظرة مختلفة وشيء راقي وعظيم. كن طموح ومبدع، خلي عندك طموح، ما تضعفش من طموحك، ما تقللش من طموحك. طموحك حلو ويستاهل، يستاهل تعبك، يستاهل اجتهادك، يستاهل أمل كبير، يستاهل إنك تسعى ليه. طموحك ده محتاج طريق، محتاج اجتهاد، اجتهادك ده محتاج إبداع، محتاج ابتكار. إبداعك وابتكارك، إبداعك في أفعالك. لما تخش في شغل لازم تبدع فيه، بدع. أي حاجة أنت بتعملها جديدة ومختلفة فهي بالنسبة لك إبداع، وبالنسبة لخيرك شيء خارق. خلي الإبداع يتلمس في كل حاجة أنت بتعملها، ما تعملش الحاجة وخلاص. هتعمل الحاجة وخلاص مش هتوصل للي انت نفسك فيه، مش هتوصل لطموحك، مش هتوصل لحلمك، مش هتوصل لهدفك. حط لمستك في كل حتة تدخلها، ارسم حلمك، عيشه، عايش كل اللي حواليك فيه. استغل كل واحد حواليك انه يحط حتة الابداع في حلمك انت. ارسم انت وابدع، وخد الاضافات من اللي حواليك. كل يوم اكتب حلمك، كل يوم شوف انجازك، اكتب الهدف اللي نفسك تحققه كل يوم. مش هياخد منك دقيقة اتنين، بس عشان عقلك يصدقه، ايدك تلمسه، عينك تشوفه، قلبك يؤمن بيه. خلي الامل والطموح وكل الحاجات دي تغير حياتك، هتغير مسار حياتك، هتغير الطريقة اللي انت عايش بيها. ما تستسلمش، الابداع اللي انت شايفه حطه، ما تخافش ان حد يتريق عليك. اللي هيتريق عليك ده هو شايف ان هو قليل، ان هو يعمل اللي انت عملته فمش عارف، فبيقلل منك وخلاص.
انت مبدع في ايه، هتنميه ازاي، انت طموحك وحلمك لحد فين، حطيت الطريق بتاعك، حطيت الهدف. صدقني كل واحد فينا حلو وجميل قوي. انت لو دورت على نفسك جواك هتلاقيك جميل، هتلاقيك حلو، هتلاقي جواك طاقة وأمل، بس مكبوتين. انت خايف تطلعهم عشان محدش يضحك عليه، خايف تطلعهم عشان خايف حد يتريق عليه. لما تكون واقف وسط صحابك نفسك تتكلم في حاجة، بس خايف تقول ها يضحكوا عليك، يتريقوا عليك، يقول لك ايه يا عم اللي انت بتقوله ده. صدقني اما تتكلم عن حلمك، حتى لو ما لقيتش حد يقدره، فانت حلمك يستاهل تقديرك انت لنفسك. ما تخافش، ما ترجعش بظهرك، جرب، اتكلم، اتعلم ازاي تتكلم عن حلمك، اتعلم ازاي تقنع غيرك بحلمك، بس المهم تكون انت مقتنع من جواك. اتعلم ازاي تاخد طريقك، ما تبصش وراك، ما تبصش حواليك، بص قدامك، عينك على هدفك بس. حدد هدفك، بص عليه بس. لما تلاقي حاجة مخوفاك خش فيها، بس تكون حاجة صح. خش في اللي مخوفك، هتهزمه وهتنتصر عليه، وهتحقق نتائج أقوى وأعلى. خلي رد فعلك دايما إيجابي. شوف حياتك بنظرة تانية. بص، وقف في المراية، اقف قدام المراية، شوف نفسك، كلم نفسك بجد، كلم نفسك. أنا إيه، أنا فين، أنا عملت إيه، طب أنا ممكن أعمل إيه، طب أنا ابتدي منين، طب أنا أخد طريق إيه. مش عيب ولا حرام، ومش هبل ولا جنون. لما تكلم نفسك قدام المراية وتبص لنفسك وانت بتتكلم، هتقتنع بنفسك صدقني، وهتلاقي حلمك بينجذب ليك. جرب كده، جرب انك تتكلم عن حلمك وعن اللي انت محتاجه قدام المراية وانت واقف، بس طبعا ما تقفش مدة طويلة قوي يعني. صدقني هتلاقي الحلم اللي انت اتكلمت فيه مع نفسك ده بيتحقق. انا عن نفسي كان نفسي اوصل للناس، كنت عاوز اتكلم مع ناس، كان نفسي اتكلم واخد ودي، كان الموضوع ده صعب بالنسبة لي، ومش عارف اعملها ازاي، ومش عارف اوصل له ازاي. بس كان حلم وهدف، وكنت بدور على فرصة، وكنت بدور على كذا طريقة، والحمد لله قبل كده كنت بطلع بقدم حفلات، كنت بطلع على المسرح. اول ما طلعت على مسرح، صحابي اللي كانوا معايا كانوا عون ليا وساعدوني ان اعمل كده، وقفوا وقفوني ورا الستارة، وفجأة فتحوا الستارة وسابوني وجريوا. بس هما كانوا عون ليا، وقفوا في ظهري وما خوفونيش، سندوني وادوني الطاقة والأمل، وفعلا بفضل ربنا أبدعنا في الحفلة دي، وفرقت في حياتي من وقتها. هم ساعدوني إن أكسر حاجز الخوف، وأنا ما استسلمتش، ساعدت نفسي، ونجحنا بالحفلة دي، وعملنا حفلة ناجحة جدا بفضل ربنا، وأسعدنا ناس كتير. بقت خلاص نقطة بداية، خطوة جرجرت وراها خطوة وراها خطوة، واستمرت، ودلوقتي مش خايف، ما بخافش ان انا اطلع اتكلم، ما بخافش ان انا اقول، ما بخافش ان انا اخد مساحة على مسرح او امسك مايك واتكلم فيه. جات لي فرصة، الفرصة التانية ان انا اقدر استخدم قناة على اليوتيوب ان انا اقدم فيها محتوى هادف، محتوى ممكن انا كسبته من خبراتي، من الام عشتها، من ظروف مريت بيها، من خبرات اكتسبتها، من معرفة كبيرة في التطوع، في غيره. طوعت سنين كتير، قابلت ناس كتير، سافرت كتير. وبتمنى ان يكون المحتوى بتاع القناة نافع،
بتمنى ان انتوا تبقوا سند وعون ودعم ليا في حلمي. انا دلوقتي بستغلكوا في تحقيق حلمي، بس بستغلكوا بنفع. انتوا بتدعموني وانا بقدر اساعدكم بفضل ربنا ان اقدم لكم حاجة تأثر في حياتكم. مش ان انا بستغلكوا ان انا باخد منكم حاجة مش بتاعتي، لا، احنا بندعم بعض، بنساعد بعض. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ثم منكم ان فعلا المحتوى يكون عاجبكم ويكون هادف ويكون بيأثر في حياة الناس اللي بتسمعني، وان انتوا تدعموني بالاشتراك، بان انتوا تتابعوني على طول. انا مؤمن ان شاء الله هوصل، بس هجتهد وهسعى وهعمل كتير وهخترع وهبتكر، وان شاء الله بطور من نفسي كل يوم بتطور. الفيديو الاولاني اللي عملته ما كانش زي الفيديو التاني، ما كانش زي الفيديو التالت، ما كانش زي الرابع، ما كانش زي ده. انا مؤمن بنفسي وبقدراتي، مؤمن ان شاء الله بقدر اوصل لكم. محتاج منكم دعمكم. بشكركم جدا على وقتكم الثمين اللي ممكن تكونوا بتسمعوني فيه. اتمنى ان انتوا تتواصلوا معايا، اتمنى ان احنا نتكلم عن مواضيع تهمكم اكتر، اتمنى ان انتوا تتكلموا معايا عاوزين نتكلم عن ايه. اتمنى ان احنا نتواصل مع بعض في قضايا حياتية نقدر نحلها ان شاء الله مع بعض بتفكير علمي وتفكير هادف وتفكير ايجابي. وفي الاخر خالص بشكركم جدا 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 على وقتكم وعلى جهدكم وعلى دعمكم ليا، وبشكر صحابي وبشكر اهلي، بشكر كل الناس اللي وقفت ومدت ايدها ليا وساعدتني. وبرضه بشكر الناس اللي ما ساعدتنيش، اللي ممكن جاملوني بكلام بس ما ساعدونيش ان انا اوصل او ساعدوني للنهاية. وفي الاخر شكرا جزيلا ليكم.